كانت مرتقبة وكانت مثيرة، ونتمنى أن تكون كذلك في اختبار ودي بطابع رسمي بالنسبة للكوتش جمال بلماضي ورفقائه وأشباله من فوق ملعب طبعا اندوي. هذا بغداد بنجاح في مباراة واختبار قلت مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي تصدر مجموعته بشكل رائع في التصفية الإفريقية بدون خسارة تذكر. المباراة الأخيرة أمام المنتخب التنزاني انتهت بالتعادل السلبي 0-0. المنتخب السنغالي أيضا من جهته وجانبه تمكن من تصدر مجموعته أمام المنتخب الموزمبيقي الذي حل ثانيا، ومنتخب البنين أيضا وسط حضور جماهيري كبير جدا من الجماهير السنغالية التي أتت لملعب المباراة ملعب عبد الله وادي لحظات قبل بداية هذه المباراة المرتقبة والتاريخية طبعا بين المنتخبين اللذان لعبا مباريات عديدة كانت مميزة وكانت مثيرة طبعا. عندما تلتقي السنغال بالجزائر الإثارة طبعا تكون كبيرة جدا وتبلغ ذروتها تاريخيا. الغلبة لمصلحة المنتخب الجزائري خاصة في السنوات الأخيرة الماضية. الخضر أصبحوا مصلحة السنغال. وصلت إلى ساديو ماني، 1-على-1 ماني، خطيرة المحاولة والكرة الساخنة الأولى لمصلحة المنتخب السنغالي. خاصة المنتخبات التي تستقبل على أرضها وأمام جمهورها وجب عليك دائما سلاقة صعبة للسنغال، والعرضية حاضرة داخل منطقة الجزاء، لا يجب أن يسدد، خطيرة، وماندريا كان رائعا في الكرة الماضية الصعبة والساخنة لمصلحة المنتخب السنغالي عن طريق ساديو ماني. هذا نجم ليفربول الذي أصبح يلعب اليوم في نادي النصر. من الخطورة رياض محرز قد يخطف الكرة في الصراع عادت إلى بغداد بنجاح. ضيق المساحة، حذاري من التوسيع، برافو هايت نوري في التغطية الدفاعية. عادت لساديو وماندريا مرة أخرى. هجومهم صعب جدا على الجهتين اليمنى واليسرى، يلعبون على الأطراف، تلك قوتهم. الحديث عن عناصر المنتخب ما فيها شيء. سفيان يغير اتجاه اللعب اتجاه بغداد بنجاح داخل منطقة الجزاء، ولكن في دفاعات المنتخب السنغالي والانطلاقة تأتي من قبل ساديو ماني، والمدرجات تشتعل من قبل الجماهير السنغالية. أخرى لمالا، الكرة طويلة أمامية باتجاه شايبي، هنا داخل منطقة الجزاء، شايبي خطيرة. المحاولة الأولى لمصلحة المنتخب الجزائري، طلب الكرة خلف ظهر دفاع المنتخب السنغالي بشكل رائع. فارس شايبي باستقبال وترويض رائع للكرة، لعبها على مستوى القائمة، يحاول بانطلاقته السريعة التوغل والدخول، العرضية داخل منطقة الجزاء. القراءة الدفاعية تأتي من قبل دفاع السنغال بواسطة موسى نياكاتي. وطنية داخل منطقة الجزاء نفذت رائعة، بن 70 بالراس، ولكن جاكسون رائع الآن. الانطلاقة جزائرية بواسطة بغداد بنجاح، متأخر قليلا يا بغداد، لم يترك المنتخب السنغالي يلعب بلعبه المعروف. شاهدوا حتى في الكرة الماضية توتر بادي على عناصر المنتخب السنغالي، الضغط على خطيرة المحاولة والكرة الصعبة للسنغال. يعني انطلاق، عندك زروقي بغداد، زروقي بغداد، خطيرة. لا جمال بلماضي والتوجيهات المستمرة، موش متسلل، صعبة مرة أخرى، رائعة. ماندريا يؤكد مرة أخرى بأنه سيكون واحدا من الحراس المميزين وينقذ المنتخب الجزائري. هل هي للمرة الخامسة والرابعة يا ماندريا؟ وانطلق شيبي والعرضية على مستوى القائمة الثانية، هذه ليك يا رياض على مستوى القائمة الثانية، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة، والحكم يصفر مخالفة لمصلحة، مخالفة واضحة. حكم المباراة يترك مبدأ الأفضلية بشكل رائع. تدخل من زروقي. تنزانيا من كان يقوم بهذا الدور هو عبد الله أيضا. كبيرة، مباراة فيها حساسية وفيها صعوبات. نتحدث عن مباريات الربع النهائي والنصف النهائي من منافسات كأس أفريقيا وتصفيات كأس العالم، أيضا عندها أهمية كبيرة. رجات ونشاهد ونتابع أيضا عناصر المنتخب الجزائري، بوداوي، عمورة، والأسماء الأخرى من أجل موسى أيضا، نياكاتي لمصلحة المنتخب السنغالي. هل هي على مستوى القائم الثاني؟ فعلا كانت على مستوى القائمة الثاني. خالد كوليبالي يصعد فوق الجميع. 16 دقيقة مشاهدينا الكرام مرت عن شوط المباراة الثاني، الدقيقة 60 بالضبط. لا زالت النتيجة متعادلة سلبيا، 0-0 بين المنتخب السنغالي
والمنتخب الوطني الجزائري. لاعب ساقط فوق أرضية الميدان، كرة جزائرية على الجهة اليسرى، يسارع بدر بنجاح على الكرة ويستفيد من مخالفة واضحة لفائدة المنتخب الوطني الجزائري. ضم على مستوى خط 18 في استقبال الكرة الثانية إذا أتيحت، لما لا. رياض محرز ينفذها مباشرة داخل منطقة الجزاء، رأسية قوية. الرأسية القوية تخترق الشباك السنغالية وتمنح أحلى أسبقية للفرقة الجزائرية. مع حلول الدقيقة 64 المحاربون يهزون شباك السنغال ويفتتحون بوابة التسجيل، وفرحة كبيرة للجماهير الجزائرية.